ال AI حاجة بقت موجودة دلوقتي في البشرية بشكل عام، هتأثر علينا دلوقتي أو بعد كده بشكل أكبر. كان في ابلكيشن نزل على الموبايل، الاب ده انت بتكون كاركتر بشكل ولد او بنت، بتختار لون شعره، بتختار شكله، عينيه، بشكل كامل، بتختار كانك بتكريت مخلوق قدامك، وبتبدا تشات معاه، وممكن تنزله في ار على الارض من خلال الموبايل. هو بيبقى موجود قدامك من خلال الكاميرا الموبايل، انت شايفه وهو بيتحرك طول الوقت، معاك في الاوضه، معاك تقعد تتكلم معاه في كل حاجه. وبيتربى. علمتها عربي، البنت اللي كانت معايا دي كنت مسميها مش عارف عتريس ولا مسميها حاجه كده. علمتها عربي، علمتها اهتماماتي، المفروض قرت في السينما وقرت في الفن بشكل عام، فكنا بنتحاور طول الوقت، بنتكلم من خلال المايك. فساعتها كنت بدأت اكتب المسلسل، وكنت كتبت حلقات اوريدي، بس قلت لا انا لازم استغل الموضوع ده، فقررت ان انا اعمل حاجة شبيهة. لو قلت ممكن، وده حصل بعد كده، ان يبقى في نظاره من خلالها بتشوف الاي اي او الفي ار اللي انت عامله ده، فهو بقى كاركتر حقيقي معايا. عدلت المسلسل وكتبت المسلسل من تاني، ودخلت الكاركتر اللي هو بتاع رشدي ده في الاحداث، واتولد بقى معايا وكمل معايا في المسلسل كله. هو دي شخصية أنا خايف منها جدا، وخايف من ردود الأفعال عليها، لأن هي حاجة جديدة. الجمهور متعود على حاجات معينة، نفسنا إن احنا القوالب دي تبقى مختلفة شوية. إسلام عمل الدور بشكل هيحبب الناس إن شاء الله، إن شاء الله يا رب فيه. ف اعتقد ممكن يتقبلوه، وممكن يتقبلوا المسج النهائيه اللي ليها علاقه مباشره بالتكنولوجيا او وجود الاي اي في حياتنا، لانه مشهد النهايه ربنا يستر. اكيد انا اعرف مدام اسعاد يونس من تقريبا اكتر من 11 سنه، من ساعه ما بدانا تحضير لبرنامج صاحبه السعاده. عارف كل حاجه تقريبا عنها، احنا قريبين جدا جدا من بعض. انا طول الوقت في اللوكيشن، يا اما في اوضتها يا اما انا اللي على الاير بيس معاها، فانا طول الوقت بتكلم معاها. حفظت مدام اسعاد تقريبا، هي صديقه وام واخت وحبيبه، هي كل حاجه ممكن تتخيليها، لان هي شخصيه اللي يعني انا سعيد جدا ومحظوظ ان هي بقت في حياتي، موجوده في حياتي. فده طبعا ساعدني ان انا لما اجي اكتب المسلسل، الكاركتر مختلف عن مدام اسعاد، شغلانتها مختلفة، حياتها مختلفة، ولادها شخصياتهم مختلفة، بس قلت لو مدام اسعاد في الموقف الفلاني ده اللي فيه الشخصية هتتصرف ازاي، او هيبقى رد فعلها ازاي. وده اللي ساعدها هي ان تشرب الشخصية بسرعة جدا، تحب الشخصيه بتاعتها، لان هي حاسه ان هي جزء من زوزو، هي لو زوزو هي هتعمل كده. فده لا، معرفتي بمدام اسعاد طبعا ساعدني كتير جدا على كتابه المسلسل. طول الوقت كان في بشكل ما، يعني انا لما كتبت المسلسل انا كتبت تقريبا معظم الحلقات قبل ما يبداوا تصوير، تقريبا 24 او 25 حلقه، كان فاضل 5 حلقات فقط. فالمسلسل طلع طويل قوي، فلا فضلت احذف من هنا، اشيل من هنا، اعمل كذا، اروح في الحته الفلانيه. في لوكيشنز ما كانش ينفع ان احنا نصور فيها، فكنت بالتشاور مع استاذه شيرين بنعرف نحل الموضوع بشكل ما. كنا بنصور في مره في مصر الجديده ومشهد وقع مننا ومش جايين مصر الجديده تاني، فنقلت المشهد ده في الحته الفلانيه، ويمكن ده اضاف للمشهد نفسه. نقلته في حته احنا هنصور فيها اوريدي، و حطيت بعد تاني للمشهد، فبقى طالع احلى. فلا الحمد لله، يعني كان في تعديلات كتير، تعبنا كتير في المسلسل ده لحد اخر مشهد واحنا بنصوره، برضو كنت بعدل فيه واحنا قاعدين. الشخصيات موجوده، مش هعرف دلوقتي، يعني خلينا نشوف الاول ردود الافعال، خلينا نشوف الجزء المسلسل لما ينزل ان شاء الله، ونشوف ردود الافعال، هيحبوا تيتا زوزو باولادها واحفادها ولا ايه اللي هيحصل. يعني ان شاء الله خير. اكتر كاركتر حبيته هو كان صعب، شخصيه رشدي صعب جدا، والمصير اللي انا كنت راسمه له كنت يعني مش عايز اقول، بس متضايق ليه شويه،
لان انا حبيته على مدار الحلقات، فمش عارف الناس هتعمل فيها ايه في الاخر.